حياكم الله وسعد الله اوقاتكم بكل خير. يا مرحبا يا مرحبا، يلا حيهم يلا حيهم. حياكم الله. نحييكم من هذا المكان الجميل والاجواء الجميلة والبحر الجميل. شوفوا على اطلالة جميلة، سبحان الله. اليوم الاجواء اجواء من الاخر، اجواء صافية. حبينا نعمل لفة في هذا المنطقة ونستغل هذا اليوم الجميل. للأمانة لم نكن معدين له، ولكن لأن الجو اليوم صافي والأجواء صافية كما تشاهدون، كان لابد أن نعمل مقتطفات بسيطة من هذه المنطقة الجميلة. كما تشاهدون أمامنا مدينة سان فرانسيسكو الجميلة. اليوم الأجواء صافية، هي مشهورة بالضباب لكن اليوم الأجواء صافية كما تشاهدون. حبينا نعمل مقتطفات. نحييكم من خليج سان فرانسيسكو ولاية كاليفورنيا. طبعا نحن الآن في أحد الأماكن الجميلة من أحد المناطق الجميلة، هي جزيرة تسمى منطقة ألاميدا، تقع على خليج سان فرانسيسكو كما تشاهدون في ولاية كاليفورنيا. ونحن الآن بالتحديد في مكان استراتيجي، مكان مهم ومكان تاريخي لدى الجزيرة هذه والمنطقة ألاميدا، وبالأخص للقوات البحرية الأمريكية. بجانبنا الآن كما تشاهدون أحد البوارج الأمريكية التي شاركت في الحرب العالمية الثانية، البارجة 12، وهنا علم أمريكا عاليا يرفرف قد بلاس أمريكا. هذه البارجة العملاقة حاملة الطائرات شاركت في الحرب العالمية الثانية، وعلى ظهرها لا زال بعض الطيران الحربية، وبداخلها مدرعات ومدافع وقطع حربية شاركت في الحرب العالمية الثانية. أخذت أوسمة بمشاركتها في الحرب العالمية الثانية. في السابق كانت بجانبها بوارج أخرى، ولكن تم نقلهن إلى مدينة سان فرانسيسكو لعمل صيانة الآن في المرسى، وعند انتهائه سيعودوا بهن كما تكلموا وصرحوا. على العموم نحييكم من هذا المكان ومن هذا الجانب. منطقة ألاميدا كما تكلمنا لها تاريخ جميل وقديم، خصوصا قبل الحرب العالمية الثانية وهو بعد الحرب العالمية الثانية، لكن كانت أهمها أيام الحرب العالمية الثانية كون هذه الجزيرة جزء كبير منها يتبع للقوات البحرية الأمريكية، وهذا الجزء والمنشآت كلها كانت للقوات البحرية الأمريكية. ومن أهمها كانت في شركات ومنشآت تصنع قطع حربية، ومنها البوارج الأمريكية 12 وكذلك الطيران الحربي. وفي هذه الجهة يوجد المدرج للطيران الحربي أو المطار الحربي سابقا، وهذه كلها منشآت للقوات البحرية. وكذلك لها تاريخ في القطارات أو في السكك الحديدية من بداية تأسيس القطارات في البي اريا وفي خليج سان فرانسيسكو، لذا هي غنية بالتاريخ وفي التصنيع وخاصة في المجال العسكري. على العموم هي مقتطفات بسيطة اليوم من هذه المنطقة الجميلة، وبالتحديد من هذا الجزء من الجزء العسكري للقوات البحرية الأمريكية. وهنا أحد البوارج الأمريكية الدخول إليها ب$19. أنصحكم بزيارتها، وفي موظفين من القوات البحرية يشرحوا لك عن تفاصيل هذه البارجة وعن الحرب العالمية الثانية وتفاصيل عن القوات البحرية الأمريكية. لذا هي كانت اليوم فقط يعني لفة في هذه المنطقة، نطلعكم على بعض الأماكن الجميلة والأماكن التاريخية، ومنها هذه الأماكن. إن شاء الله اللفة هذه معكم أنتم ولا خاطر عيونكم، لذا فقط الآن سنبدأ بتصوير جوي بالدرون من هذا المكان. نتمنى أنه ليس ممنوع اليوم، لأن في بعض الفترات يمنعوا استخدام الدرون لأسباب المطار بجانب منطقة ألاميدا، في تغيير مسار الطيران هبوطه وطلوعه، يتم إدخال منطقة ألاميدا في الريد زون، فلا يسمح لنا باستخدامها. طبعا هي ترخيص، ولكن إذا تغير مسار الطيران فلا يسمح ولا نستطيع أن نطيرها. في حال استخدامها قد تتعرض إلى مخالفة في هذا الجانب. على العموم سنحاول الآن، بقية المقطع ستكون مقتطفات وتصوير بسيط متواضع، تصوير جوي لأكثر من مكان في هذه الجزيرة الجميلة. إن شاء الله ينال إعجابكم. الآن عليكم فقط تتوكلوا على الله وتربطوا حزام الأمان، ومعا نحلق في سماء هذه الجزيرة الجميلة منطقة ألاميدا، فلنتوكل وبسم الله.
وصلنا إلى نهاية هذا المقطع، سامحونا، هو كان فقط مقتطفات وتصوير جوي. لم أعد لهذا المقطع، ولكن استغليت أجواء اليوم، الأجواء الطيبة الجميلة، فحبينا نعمل مقتطفات ونشارككم هذه المنطقة. بكل تأكيد الأيام القادمة سنعمل مقاطع ونوضح على هذه المنطقة في أماكن مختلفة، وكذلك أماكن تجارية ومطاعم ومحلات كافي وما شابه. وبإذن الله القادم أفضل في مناطق مختلفة من البي أريا، من سان فرانسيسكو، مارينا كاونتي، باسيفيكا، من كاليفورنيا بشكل عام. كاليفورنيا جميلة وفيها أماكن سياحية وأماكن تاريخية، والأجمل أماكن طبيعية وسواحلها الجميلة العفو. فإن شاء الله نطلعكم على أماكن لم تشاهدوها من قبل. في الختام ونهاية الكلام نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.